السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم بقى منيو وصفات هتكفيكم نص الشهر من غير ولا تفكري ولا تحتاري. معانا كل الاكلات اللي انت عايزاها، معانا المكلفه نوعا ما واللي هي اللي على قد الايد خالص. واول اكله معانا على قد الايد خالص وهي ايه؟ كشري الاصفر. مع حبه سلطه مع حبه بطاطس محمرين وحلوين قوي. تاني اكله معانا كنت عامله لهم حواوشي. في ناس بتحب بتعمله باللحمه، وفي ناس بتحب بتعمله بالفراخ. انت شوفي الاوفر لك ايه واعمليه واللي انت بتحبيه. انا كنت عاملاه حواوشي باللحمه، وجنب منه شويه سلطه، شويه طحينه، حبه مخلل، وزي الفل قوي كده. ومش مكلفه يعني برضو نوعا ما. الاكله اللي بعد كده برضو معانا كنت عامله ملوخيه، وكنت عامله جنب منها وراك وشويه رز. مش حابه تعملي وراك، حابه تعملي، في ناس بتحب تعمل دبابيس، في ناس ممكن ما تقدرش تجيب دبابيس او الوراك، ممكن تجيبي الجناحه عادي، مفيش مشكله خالص. ممكن حابه تعملي، مش حابه تعملي رز، حابه تاكليها بعيش برضو براحتك. بس انا حبيت، انا كنت عامله رز عشان عندي اطفال، فانا بحب اكلهم بالحالتين يعني، سواء برز او بعيش. بس اللي لو عنده اطفال بيبقى مضطر ان هو يعمل جنب منها رز. الاكله برضو اللي بعد منها معانا هنا محشي مشكل. تقدري من كل صنف تجي، لو جبت ربع كيلو من كل حاجه هتعمل لك حله محترمه، ومش هتبقى برضو مكلفه زي دلوقتي احنا بنسمع ان الكرنب بيبقى غالي قوي وكده. فالمحشي المشكل هتعملي كذا صنف، ومش هيبقى مكلف يعني معاك. وتقدري تعمليها برضو، مش شرط يكون جنب منه لحمه ولا فراخ. لو عندك شوربه متبقيه في الفريزر تقدر تعملي بيها القعده بتاع المحشي ويطلع معاكي زي الفل وطعم حلو قوي. انا هنا كنت عاملاه من غير اي حاجه، يعني مش شرط اكلف نفسي فراخ ولحمه عشان احس ان انا طبخت، لا طبعا عادي. الوصفه اللي بعد منها كنت انا عامله لهم هنا بيتزا. تقدري انت تعمليها حجم اكبر، تقدري تعمليها غدا، تقدري تعمليها عشاء. برضو مش مكلفه يعني نوعا ما. تبقى مكلفه معاكي لو حطيت لها فيها فراخ او لحمه. انا هنا بصراحه ما كنتش عارفه احط عليها لا فراخ ولا لحمه. انا كنت عاملاها ميكس جبن كده، كانت حلوه قوي وكل اكلها وعجبتهم. آه، وكان يعني والحمد لله، وما كانتش مكلفه برضو. نخش بقى على الوصفه اللي بعد منها. انا هنا يا بنات كنت جايبه دبابيس، كنت عاملاها بخلطه حلوه قوي قوي بصراحه، كانت عجبت كل اكلها يعني عندي. وعملت كمان منها شويه رز بالشعريه وشويه سلطه. وكان عندي شوربه في الفريزر من فراخ يعني، كنت سلقاها وكده، فدايما بشيلها ما برميهاش. طلعت منها ايه؟ طبقين ملوخيه حلوين قوي. الشوربه يا جماعه ما ترموهاش، ممكن تقدروا تستخدموها بعد كده في وصفات، الحاجات يعني تانية كتير.